بالمستشفى فدوى العمرك تقدرين تجين؟ ابو علاوي. ابو علاوي منو؟ زوجك اختي زوجك تعالي المستشفى. شو تسوين؟ هسه احنا بالمستشفى. المستشفى اليرموك اختي فدوى تجون لو ما تجون؟ ابوك انت متوهم يا ابو علاوي. انور اختي انور شبيك نسيتي زوجك؟ وانا وين انا شو اسوي له؟ اختي بالمستشفى راح يموت. شو اسوي له؟ ما يخص مي. ليش؟ ما يخص مواد بحشر. شلونك اختي الغاليه؟ الحمد لله الله يسلمك. اول شيء اريد تتنفسين وياك اخوك الصغير الاعلامي عمار الشامي من قناه هنا العراق الفضائيه. على راسي. طبعا انت اختي ان شاء الله ولي الشرف بين احكي وياك. الله يسلمك. بس تعرفين كل انسان يمر بمشاكل، بس مو معناها ينسى الشخص اللي حبه واخذه. اقول لك انت تدرك ظروفنا شنو؟ اسمعيني وحده راح اجيك، وحده راح اجيك. ايه. احنا يقول عفى الله عن ما كل بدر، كل اللي صار. ايه. ها؟ راح اطلب منك طلب. قول. انت تحبين اطفالك؟ اي اطفالي قلبي اكثر من روحي حظهم. فدوى لعمرك فدوى لعمرك، احتمال مثلا هو غلط بحقك، مو معناها انا اعوفه واخلي الاطفال بعيدين ويشوفون ابهات غيره فينقهرون. ليش ما نرجع ونخلي النقاط على الحروف، واحده اثنين ثلاثه، هو يسويهن وانت تسويهن. اقول لك هسه المطلوب شنو؟ المطلوب انا رايد من يمك خدمه. خادم ربك على شنو خدمتي؟ فدوى لعمرك بين ترجعين لبيتك. وليش درجع على شو بالاساس اكو بيت؟ خليك بيت موجود بيتك. ما اريد خلي بالولابي خلي طلع جنسيه اليه. اسمعيني اختي الغاليه، اسمعيني. احنا نريد خاطر اطفالك. خاطر اطفال هو جنسيه ما عنده مستمسك ما عنده. اي هاي اسمعيني هاي انا من خلال قناه فضائيه انا شو حسوي؟ انا اخلي كل شيء هاي المتعلقات انا احل لكم اياها. هو جاب عليك ولا تعرف عليك بعد امر الله، يعني ما تريدين واحد يقدم لك الخير لك؟ ادري. اي ولك يعني هو جاني لبغداد وصار له 3 ايام على مود يلا يشوفنا. والله يا قناه هنا العراق انا